سالته حتى اول ما شفته، قلت له انت ليه جيت؟ وان انت لو ما كنتيش رضيتي انا ما كنتش هعمل الحلقه دي. زي ما قلت لهم حتى دي حلقه للتاريخ. كان البرنامج كتير قوي الناس بتقول لي طب هتجيب 3 منافسين يقعدوا مع بعض على نفس الترابيزه، وكل الشغل اللي انا بعمله ببقى متاكد فيه او ببقى عايز اعمله عشان يبقى هشام مبسوط وطالع زي ما هو عايزه. الكونسبت ده جه من اخويا الله يرحمه. كان اصغر مني ب3 سنين وجالي من 8 سنين قال لي محمد لو عملت فكره انك جبت 3 ناجحين في مجال واحد وقعدتهم على ترابيزه ورجعتوا خطوتين لورا ما كانش اسمه خطوتين لورا لسه يعني، بس كان بيقول لي واتكلمتوا عن الرحله بتاعتهم، النجاحات والاخفاقات وكل حاجه، لكل حاجه وصلتهم لحد الحته اللي هم فيها النهارده. وخدت كده الفكره وحطيتها في دماغي وعمري ما عملتها، ويمكن ما كنتش جاهز لاسباب مختلفه، لحد ما حسيت دلوقتي احياء لذكراه وان انا جاهز بيرسونلي اعمل الفكره دي. انا كنت خايف من حاجه كمان، ان البرنامج طويل، حلقه طويله مش كونتنت خفيف بيضحك حاجه صغيره، فان الناس تقعد تتفرج على حلقه 40-45 دقيقه ومتمتعه بيها ومكملها لحد الاخر وعايزه تسمع الناس. ده كان التشالنج اللي ما كنتش متاكد ان احنا هنكسبه. فالناس خضتني بصراحه، يعني الفيدباك بتاع ان الناس اتفرجت، لا الفيدباك اوفرويلمنج بشكل غير طبيعي، ما تخيلتوش يعني قد ايه اثر في الناس، قد ايه الناس بتتفرج وعجبها كل حاجه، عجبها الاسئله، عجبها الضيوف اللي جت، حجم ووزن الضيوف اللي جت، عجبها فيجوالي شكل الحلقات. لا اللي عجبني كمان ان الناس they got inspired، يعني حسيت فعلا ان الناس الرساله اللي احنا بنحاول نوصل لها ان الناس دي وصلت وتعبت وكان عندها مشوار طويل، انت كمان تقدر تعمل كده اللي بيتفرج. ليه خطوتين لورا؟ عشان بنرجع خطوتين لورا نتكلم عن الرحله من الاول خالص والجيرنيز المختلفه، الرحله المختلفه لكل حد فيكم، بالعقبات بالحيطان بكل حاجه قابلتها، عشان تبقوا انتوا ال3 من نفس الصناعه في نفس الحته النهارده بتمثلوا صناعه التصميم في مصر. الحلقه اللي انت بتتكلم عليها دلوقتي دي كانت اول حلقه صورناها واول حلقه طلعت، ومن اكتر واحب الحلقات لقلبي بصراحه. وكل حد منهم يعني عمرو حلمي دايما بقول هو انت ليه وافقت، وسالته حتى اول ما شفته قلت له انت ليه جيت؟ انت ما تعرفني، هاني وفارس يعرفونا بس انت ما تعرفنيش خالص وما تعرفش طياره. فقصدي ان انت جيت وقبلت تيجي وتبقى موجود، وراجل خطير وعنده قصص وحكايات غير طبيعيه. بشوف الحيطان، انا من النوع اللي بكسح الحيطان. هاخد من كلامك على حته هاني سعد. هاني ناس كتير قوي بتشوفه على السوشيال ميديا وراجل ناجح وواصل وكل ده، مش عارفه قصته ومش عارفه اوصل ازاي، وفاكره ان الدنيا كانت سهله. انا قعدت 6 شهور بوزع الكروت بتاع البوابه. ما حدش عبرني محدش كلمني خالص. كنت فارس لما اتكلم عن الموت واتكلم عن حاجه بيفكر فيها ازاي وبيتكلم فيها مع الناس معاه في المكتب ازاي، فان هو ما تخيلش ان احنا نساله في الحته دي. فبرضه الريسيرش اللي احنا بنعمله فجبنا معلومات من الناس اللي حواليه، فبرضه قد ايه هو هي اوبند اب وكان سيف سبيس انه يتكلم ويحكي عن الحكايه دي. برضه من الحاجات اللي اثرت فيا جدا. دايما بقول انا هعيش اول ما اصحى يوم الصبح عايز اعيش الحياه ده اكنه اخر يوم في حياتي. انت لسه بتسالني عن من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا، بليف ات اور نوت، المكالمات اللي كنت بعملها مع قرايب الناس اللي بتطلع معانا. انا كنت قاصد ان انا اجيب معلومات من الناس اللي حواليهم من الدايره القريبه، الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش خالص واللي هو كضيف مش عارف ان انا عارفها. فالمكالمات اللي كنت بعملها مع الناس دي قد ايه كانت انسبايرنج، وقد ايه كانت بتديني دفعه وحب للبني ادم اللي انا هعمل معاه الانترفيو ده، لاني عارف قصته وشايفها من خلال مراته او اخوه او فقد ايه الحاجات دي اثرت فيا. ومن اكتر الحلقات اللي اثرت فيا وانا بتكلم مع الناس اللي حواليهم كانت حلقه الاثليتس البنات، نور الشربيني وفريده عثمان ودينا مشرف، لما كلمت اهاليهم وقد ايه اتكلموا معايا وقد ايه حاسين بالفخر باولادهم. وكنت محظوظ جدا ان معايا 3 ستات اشتغلوا معايا على البرنامج ده وعلى ديفلوبينج الفكره وعلى الاسئله وعلى الاعداد، سالي سليمان، سلمى حموده ونيره ياسر، عملنا بيهم كونتنت فعلا حلو ومحترم. دي كانت لحظه حقيقيه جدا. وهرجع تاني لهشام اخويا، لما كنا بنعمل لما زمان طلع لي بالفكره وكان رشح لي شويه اسامي وقال لي دول الناس وجيب في الاندستري دول وفي التوبيك ده جيب ده وده وكذا. فجالي ساعتها وقال لي ياسمين يايا، كانت لسه بقى الكلام ده كان من 8 سنين فكانت لسه بتبتدي واسمها طبعا مش زي دلوقتي، قال لي البنت دي هتبقى شاطره جدا ولازم تجيبها لما تعمل البرنامج. فقلت لها ان انا كلمتك اول حد لما قلت ان انا هعمل حلقه الازياء او حلقه الموضه، وان انت لو ما كنتيش رضيتي انا ما كنتش هعمل الحلقه دي عشان هشام قال لي كذا كذا كذا. تأثرت جدا جدا جدا. وبخص بالشكر كمان ياسمين، انا عارف ان انت جايه لنا مخصوص ال 24 ساعه عشان تحضري الحلقه، جايه لنا من دبي.
كل حد منهم عنده قصه مختلفه. ياسمين وقد ايه تعبت ووصلت وعملت اسم وعايشه في دبي بتمثل مصر. لما رحت دبي لا في اسامي تانية بتتكلم على ريجنال وانترناشنال، فدفنتلي ده دفعني اكتر ان انا اشتغل وان انا اجدد من نفسي. أمينة غالي وإزاي عرفت تعمل اسم جوه عباءة والأمبريلا بتاعت عزة فهمي. وكنت بمشي في المدرسة أقول لهم في يوم من الأيام هبقى قاعدة في الأوسكارز عشان عملت فيلم جولري. محمد طلعت وحتة إن هو موظف وعرف يكبر يبقى CEO لبراند كبير زي كونكريت، وإنه مش لازم تبقى أنت عشان ناجح أو يبقى لازم تبقى انتربرينور أو لازم تبقى صاحب شركة، بس إنك ممكن تبقى موظف وتتدرج لحد ما تبقى CEO في منظومة كبيرة زي كده. واحد صديق عزيز من أعز أصدقائي كان دايما يقول لي يا أخي أنت هتعيش موظف وتموت موظف. يعني عمرو انا اعرفه كويس، وعمرو علاقتنا من زمان، بس مروان ما كنتش اعرفه خالص، وكامله ما كنتش اعرفها خالص، والاثنين نادرا لما بتشوفهم في لقاءات، والاثنين رضيوا يجوا. النهارده معانا 3 فطاحل في الاخراج في مصر، فكان وزن ال3 اسامي وان هم معانا زي ما قلت لهم، حتى دي حلقه للتاريخ الناس هتفتكرها كمان 20-30 سنه ويرجعوا لها، ان 3 من اكبر المخرجين في المرحله دي في مصر كانوا قاعدين مع بعض على ترابيزه واحده. ايه اللي اتعلمته من ابويا بعد ما مات؟ فكره ان انت تسيب سيره طيبه. شاف الاغنيه كده بص لهاني، ما بصيش خالص يعني. هقولها باللفظ الحلو يعني، اللفظ اللي ينفع اقوله. قال له انت عايز القرف ده ينزل؟ صحابي بيقولوا لي في كامله ما قبل العشق والهوى وفي كامله ما بعد العشق والهوى. ايمن باكي اوكي من الناس هيز ا فيري جود ستوري تيلر، وعنده حكايات وقصته برضه ملهمه جدا. وقع وقام والبرسبشن بتاعه من الحاجات اللي حواليه. الشهره والفلوس بتغير الواحد، وعشت عيشه مش عيشتي قوي يعني كمان، يعني الفلوس اللي كنت بعملها كنت بعزقها قوي. تمتعت بالحلقه دي كلها، ومن تامر عريان ومن احمد حنفي، وفتحوا قلبهم واتكلموا. الحلقه دي الداينامكس بتاعتها كانت حلوه جدا. كان البرنامج كتير قوي الناس بتقولي طب هتجيب 3 منافسين يقعدوا مع بعض على نفس الترابيزه؟ هيجوا وبيحترموا المنافسه وبيحبوا بعض في نفس الوقت. ومن الحلقات اللي كان فيها برضو حته المنافسه المنتجين، مشيش وطارق الجنايني. لما بسال مشيش بتكلمنا عن طارق شايفه ازاي؟ الجنايني انا بالنسبه لي هو منافس قوي وبحترم التجربه بتاعته. لا كذا حاجه، يمكن عند كل حد منهم في حاجه لمست. لما عمرو منسي قال لك انا اتغريت في فتره من الفترات، وانه يعترف. غلطت غلطه بما انك قلتها هقولها برضو بكل صراحه، ان انا اتغريت شويه. لما جنزوري اتكلم على علاقته بربنا وقال لك انا مش متدين قوي، بس انا علاقتي بربنا عامله ازاي، وبرضه اتكلم في حته ناس كتير قوي كان الفيدباك بتاعتها ان هي شافت جنزوري بشكل مختلف. بص انا مش متدين قوي، يعني انا بصلي وبصوم بس على قدي، بس انا اعتقد ان هي قوه من ربنا. اتكلم عن حازم الدلاتي، حته كانت مؤثره جدا 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 على حد من فطاحل الشغلانه. فقصدي دي من الحلقات برضو المؤثره واللي الناس فيها فتحت واتكلمت، وكان الفيدباك بتاعها عند ناس كتير قوي حلو جدا الحقيقه، من الحلقات اللي بحبها قوي برضو. بس هو حازم قال لمراتي انا وجوزك هنموت واحنا بنشتغل الشغلانه دي، وقد كان ليترلي بعدها باسبوع حازم توفى. لا اثر فيا جدا الحقيقه جدا، لاني بقول لك انا ما تخيلتش هذا النجاح وما تخيلتش الفيدباك هيبقى عامل كده، وتعبنا جدا عشان نعمله، والحمد لله ده واصل في الديتيلز وفي كل حاجه، من اول كل حاجه، اختيار الضيوف وتنسيق مواعيدهم والريسيرش بتاعهم والاعداد والتصوير والمونتاج. كنا بنشوف الحلقه 5-6 مرات لحد ما بتطلع الفاينل برودكت. بقى لنا 3 شهور بنشتغل الديتيلز كلها في كل حاجه كنا بنحاول نعملها عشان نطلع حاجه بيرفكت، صوره بيرفكت في اللبس بتاعهم. كل مره ان نختار تيم معين عشان يبقى فيجوالي شكله عامل ازاي، ودي ستور ساعدني في ده كمان برضو، عمل شغل حلو. بس قصدي حطينا مجهود جامد قوي، وانا مش عارف الفيدباك هيبقى عامل ازاي. فاي واز اوفرويلمد بالفيدباك، وقد ايه معلم مع الناس، وقد ايه اتسيرفد او يعني الاوبجيكتيف اتحقق بتاع انه يوصل للناس بالشكل ده، وان الناس تتاثر بيه وتبقى انسبايرد وموتيفيتد، ويبقى عمل حاجه ووصل حاجه عند الناس. الموضوع ده اثر فيا جدا جدا جدا. يعني انا كنت بعمل السيزون ومش عارف طب هنكمل، طب هنعمل ايه، طب الناس هتستقبله ازاي. ديفينتلي هنكمل، ديفينتلي هنعمل اكتر من كده واحلى من كده كمان. يعني في سيزون 3 ولا؟ في سيزون 3 يس. لا كان هيتبسط جدا جدا، وكل الشغل اللي انا بعمله ببقى متاكد فيه او ببقى عايز اعمله عشان يبقى هشام مبسوط وطالع زي ما هو عايزه. هو كان كرييتيف جدا وكان شاطر جدا وبيفهم جدا وعنده نظره حلوه في كل حاجه، فبتاكد طول ما احنا شغالين في كل حاجه
ان this is up to his standards وان زي ما هو عايز. فبشكرك وبشكر كل الكرو والناس اللي اشتغلت وتعبت وكانت واضح انها بتشتغل بالقلب. تيم طياره اللي اشتغل وعمل شغل ممتاز عشان يطلع ده بالمستوى ده. وعايز اشكر تعمير او سبونسر اللي طلع السيزون ده. ناس كانت متحمسه وشايفه and they believed in our project وده اعتقد بان للناس وعشان كده البرنامج عمل شغل حلو. او السيزون ده عمل شغل حلو الحمد لله.